كيفاش نحمي راسي من الكلام الجريح ديال الناس، سواء كان من عند الاب اولا من عند الام اولا من عند الاخ اولا من عند الاخت اولا من عند القريب اولا من عند شي واحد بعيد. كيفاش نحمي راسي من الكلام الجريح ديال الناس، وفي نفس الوقت كيفاش نحافظ على القلب ديالي باش ما يتصابش بالامراض ديال الغل وديال الحسد وديال الكراهيه اولا شي مرض جسدي. العلاج كاين في القران الكريم في 3 ديال الايات. العلاج الأول كاين في سورة الحجر في الأواخر ديالها، كيقول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والعلاج الثاني كاين في سورة قاف، كيقول الله عز وجل: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والعلاج الثالث كاين في سورة طه، كيقول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بمعنى أن العلاج كاين في التسبيح، سبحان الله، في الاستغفار وفي التسبيح.